في ممكن لينك كده اسمها linkedin.com/sales/SSI. اللينك دي انت لو حطيتها في بروفايلك من اي براوزر انت تستخدمه هتلاقي قيمنا بروفايلك بناء على 4 مقاييس. اول حاجه انت كملت بياناتك ولا لا، استكمال بياناتك والبروفايل والكلام ده كله 25% بس. 25% التانيين اختيارك للنتورك السليمه. فانت ما تبقاش بتضيف ناس من الهند وناس من الصين وناس مالهاش دعوه اصلا باللي انت بتعمله وتستنى ان لينكدين يقول لك ان انت لا بروفايلك كده جامد عشان تضيف ناس كتير. هو الموضوع مش عدد، الموضوع كواليتي الناس، هل هم فعلا ريليفنت ليك سواء في المكان او في التخصص او في المجال. حلقة جديدة من بودكاست صوت تطوير الأعمال أو Business Developer Voice. ضيفي النهاردة ضيف مميز مشهور بالبيرسونال براندنج. لينكد إن جزء من حياته لدرجة إن اسم شهرته وولف أوف لينكد إن. ضيفي النهاردة هو أسامة قط. أسامة عامل إيه؟ بص يا أسامة، هنبدأ النهاردة الحلقة بتاعتنا، ولكن قبل ما نبدأها عايزك تعرف نفسك. انا اسمي اسامه قطبه، مؤسس موقع توظيف اسمه وولف ايجي. الحمد لله قدرنا نعين في 13 دوله مختلفه لاكثر من 350 شركه. كمان عندي موقع اسمه وولف اوف لينكدين وهنغير اسمه لافاده قريب، انت تكون اول واحد يعرف الخبر ده. الحمد لله عندنا كلاينتس من 30 دوله، بنقدر نقدم لهم خدمات تساعد الافراد ان هم يقدروا يبنوا البيرسونال براند بتاعهم على لينكدين، او يقدروا يعملوا السي في تشيك احترافي عشان يقدروا يوصلوا للوظائف اللي هم عايزينها، عشان تقدر تعدي طبعا نظم الفلترات الجديده. وفي نفس الوقت ان احنا بنقدر نعمل ده للشركات كمان، ونقدر نساعدهم ان هم يقدروا يعملوا جروث كبير على لينكدين عشان يقدروا يعملوا ليد جنريشن ويجي لهم عملاء اكتر. حتى كمان مش على مستوى الموضوع ليد جنريشن، مش على مستوى الشركات بس، ولكن حتى كمان على مستوى الافراد الفريلانسرز اللي عايزين يقدروا يحصلوا على عملاء، فنقدر نساعدهم بشكل كبير ان هم يقدروا يعملوا ده على لينكدين. الحاجه الثالثه ان انا شريك مؤسس في كارير هاب، وده ايفنت بتعمل في المحافظات المختلفه لتاهيل الشباب لسوق العمل. قدرنا نعمل 13 نسخة مختلفة من الايفنت، هدفها تطوير الشباب. ولو في حد لسه مش عارف اي حاجة عن مجاله بيدخل الكارير هاب يقدر يلاقي ناس تقدر تقول له كل الحاجات اللي هيحتاجها علشان يقدر يبني الكارير بتاعه في ايا كان المجال. بعد كده يروح الخطوة اللي بعدها يلاقي ورك شوبس في كل المجالات المختلفة، ياخد الزتونة بتاعة المجال كله في يوم او 2 بالكتير. يلاقي كمان كارير كوتشز يقعدوا معاه 1 تو 1 يقولوا له الخطوات اللي المفروض يعملها علشان يقدر يوصل للمجال اللي هو عايزه. وانا مثلا حتى لو انا في الوظيفه دلوقتي عايز اترقى، طب ايه المفروض اخده، ايه الكورسات المفروض اعملها، ايه المفروض ادرسه، طيب ايه اللي ناقصني. يكتشفوا نفسهم اكتر علشان يقدروا يحطوا البلان بشكل سليم. يجي بعد كده يروحوا للبوست بتاعنا يلاقوا التيم بتاعنا بيراجع معاهم السي في لينكدين بروفايل. بعد كده كمان يلاقوا الشركات موجوده اون سبوت، بحيث ان هو انا خلاص خدت المعلومات دي كلها في نفس الوقت انا كمان جات وظفت. دول 3 حاجات اساسيه زي ما انت ملاحظ، كل الحاجات اللي انا بشتغل فيها كلها خاصه بالكارير ديفلوبمنت. فاتمنى ان شاء الله ان يكون اليوم النهارده جميل واقدر اساعد الناس من خبرتي الفتره الطويله دي اللي شغال كلها في حياتي. أنا واثق من ده يا أسامة، أنت غني عن التعريف والناس بتحب تتعلم منك كتير. تعالى نبدأ حلقتنا بأول جزء من الحلقة وهو Open Discussion. خليني كده أسألك يا أسامة، ليه؟ أو بمعنى أصح واي؟ ليه اخترت الكارير ديفلوبمنت وليه ركزت على لينكد إن؟ كان الناس كتيره ما بتبقاش عارف بتاعت لينكدين. اغلب الناس اللي موجوده بتبقى فاكرين ان لينكدين انا مجرد السي في بتاعي احطه خلاص على كده الشركات هتلاقيني. وفعليا انا من اقدم الناس الموجوده على لينكدين، موجود من يعني تقريبا 2009 كنت عامل اول بروفايل ليا. اتعمل له بلوك واتقفل عشان انا كنت بنشر وظايف وده ضد البوليسي اصلا بتاعت لينكدين. عملت واحد تاني وبعد ما الجوب بقى كمان الاول على مصر 7 سنين متواصله. حد تاني عمل هيك مسح لي الفولورز كلهم، بدات من تاني برضه اعمل لينكدين. فانا يعني بقدر اعمل ده واقدر اكبر الاكونت بشكل كبير واقدر اعمل ريتش. تخيل الريتش بتاعي بيوصل ل 100 مليون انوالي من غير ما اعمل اي اعلانات او مثلا انا اي بيد ادز. طب لو انا ده قدرت اساعد كمان الافراد ان هم يعملوا ده او الشركات ان هم يعملوا ده، اكيد الناس دي هتقدر تحقق فرص كبيره. فهو يعني الهدف تنموي اكتر منه مجرد بزنس، ان احنا نقدر نساعد الناس والافراد ان هم يقدروا يوصلوا على ريتش ممكن. طبعا الناس انا مش موجود في الكارير ديفلوبمنت في الحته اللي هي بتاعت ان احنا نحط البلان. انا مش كارير كوتش. لو انا عندي مثلا شركه وعايز اوصل لعملاء محتملين، لو انا عامل برودكت جديد وعايز اوصل للانفستورز المحتملين ليا، لو انا حتى بدور على كوفاوندر وعايز اتاكد انه من الكواليفيكيشنز بتاعته، لينكدين مش مجرد اداه انا بحط فيها بيانات وخلاص. لا، ده مكان تقدر تبني منه نتورك، تقدر تعمل منه مجتمع كامل يقدر يخدم على السيرفيس بتاعك او الحاجه اللي انت بتقدر عايز تنشرها بشكل كبير. حلو جدا. أسامة، أنت بتركز على جزء نادرا ما في حد بيركز عليه
والجزء اللي بيركز على الجزء الخاص بالبيرسونال براندنج كموظف ده قليلين جدا، واحيانا بيستك ان انا مش عارف ابدا منين، اعمل ايه، انا بتكسف ان انا اقول ان انا بعمل واحد اتنين تلاته، المفروض الناس عارفه ان انا كمحاسب تيجي تخبط عليا وتيجي تقول لي تعالى محتاجينك. في ناس بالمنتاليتي دي، هل انت شايف ان المفروض الناس دي تكمل بالطريقه دي، وهل هم عندهم حق، ولا المفروض ايه الخطوه اللي هم يبداوها علشان نقول اخدوا قصوا شريط في البيرسونال براند الخاص بيهم؟ طيب انا هقول لك على حاجه غريبه جدا بلاحظها على لينكدين كاجابه لسؤالك، ممكن تكون مستغرب جدا. كام مره انت شفت بوست موجود واحد بيقول انا الحقوني يا جماعه انا عندي طفلين ومش لاقي شغل بقالي كام سنه؟ شفتها كام مره؟ ده اخر فتره تقريبا بشكل يومي، كل يوم. طيب انت دلوقتي انت كصاحب شغل لو عايز موظف معاك، وفجاه انا قررت ابص على لينكدين لقيت اتنين، واحد بيقول لك انا بدور على شغل ومش لاقي وما قالكش حتى هو مجاله ايه ولا بيدور على اي حاجه، وواحد تاني بيقول لك انا كنت موجود في الشركه الاكس وقدرت اكبر التيم بتاعها من 1 اكس ل 10 اكس، وقدرت اكبر الريفينيو بتاع الشركه من 1 اكس 100 اكس، وقدرت اخد الشركه دي انقلهم من دوله واحده لسبع دول، وفي نفس الوقت قدرنا ندرت الكوست بالشكل الفلاني، وقدرت اعمل واعمل واعمل في كذا في الشركه. قدامك ده قدامك ده، انت عايز تكبر شركتك ولا عايز ولا هدف بتاعك تنموي؟ الشركه ما يهمهاش اصلا انت فعلا بتدور على شغل، وكل الناس بتدور على شغل، لكن هي هتدور على مين اللي يفيدها. فمقامك حيث اقمت نفسك لا حيث اقامك الناس، انت فعلا لازم تقول انا ايه الفاليو اللي هديها للشركه دي، لان ما فيش حد بيرمي فلوس على الارض، ودايما احنا اصلا فوق طبعا راس مالي يعني، فكله عايز يكسب. الهدف من اي شركه في الدنيا مفتوحه عشان نقدر نحقق ربح، فبالتالي انت عايز تروح شركه عشان تحقق لها ربح، فهو لو مش عارف ان هو هيدفع الجنيه معاك هياخد قصاده ضعاف، مش هيعينك معاه. فبالتالي انت بقى لازم تحط نفسك في المكان اللي يليق بيك، فتوضح اللي انت عملته قبل كده وتعزز ذات انجازاتك ودراستك وتقول انا عملت وعملت وعملت. فبالتالي لا هو فعلا الشخص المناسب ده، مش بس الشخص اللي هيفرق جدا، كمان هيبقى ليه فاليو قويه تقدر تساعدنا بشكل في المستقبل. ساعتها الشركات هي اللي هتضر الناس. لو قدرت كمان تطبق ده بشكل صحيح انك تحط الكيورز السليمه، فهتتعاقب بروفايلك هتعرض للناس اكتر، فبالتالي الشركات هتشوفك اكتر، فنسبه الناس اللي هتشوف بقى الصوره الحلوه اللي انت عاملها اللي هتاخد امبريشن كويس ده اكبر بكتير، وكلهم يبقوا عايزينك انت تحديدا. فبالتالي ممكن انك توصل او ريتش، وبالتالي يجي لك وظايف وانت الابر هاند في النيجوشيشن. انتوا عايزين نكبر لكم الشركه ادفعوا، انتوا عايزين لكم الكوست ادفعوا، انتوا عايزين ننتشر لكم ادفعوا، وبالتالي انت تديهم الفاليو مقابل القيمه اللي انت تستحقها فعلا. كلامك مظبوط جدا. معظم الناس بقت بتركز على الايموشنال، وانها تمد ايديها انها تشتغل بدل ما بتحاول تقول انا استحق ان انا اشتغل. في فرق شاسع بين الاتنين، وده اللي انت شرحته دلوقتي فعلا. لكن خليني هنا اسالك، معظم الناس فعلا بيبقوا شاطرين، وبرضه شاطرين دول نادرا ما بيلاقوا فرص للشغل، خصوصا خلينا نتكلم على مصر. الموضوع بيكون صعب جدا. فبالتالي هنا لو تعالى ناخد مثلا، نفترض على مجال البيزنس ديفلوبمنت، دلوقتي روبير موجود وفي اسامه موجود وفي علي موجود، الثلاثه شاطرين جدا والشركه محتاجه بيزنس ديفلوبر واحد بس منهم. تعالى كده اديني مثال يا اسامه، ايه اللي ممكن الشركه دي تفضله على ثلاثه، مع العلم ان الثلاثه عاملين بيرسونال براند كويس جدا ليهم؟ هو عامل بيرسونال براند ازاي؟ يعني في ناس بتبقى انا عايز انشر نفسي بان انا بزنس ديفلوبر شاطر، فبروح اقول التاسكات انا بعمل واحد اتنين تلاته في الشغل بتاعي، بقدر اوصل للعملاء بالشكل الفلاني، بقدر ان انا اقدر اعالجهم بالطريقه الفلانيه. بتتكلم عن الميكانيزم ده، ما بتتكلمش عن الفاليو. اللي هينجح هو اكتر واحد هنتكلم عن الفاليو اللي الشركه عايز توصل له. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اعمل كورس عن النتورك كمثال، فلما يجي كان كورس عن النتورك ما ينفعش ان انا اقول يا جماعه تعالوا اعلمكم نتوركينج، تعالوا اعلمكم ازاي تنتشروا. الموضوع مش كده، هو عايز ينتشر ليه؟ عشان يوصل لان ريزلت معينه. انت لو ما بينتش ان انت اللي تقدر توصله للان ريزلت دي، مش انت اللي هتكون الشخص المناسب بالنسبه للشركه. فانت لازم توري دايما الفاليو بتاعتك. واحد بقى متعرض اكتر ظاهر اكتر في فيديوهات، فبالتالي يبقى يظهر احسن. واحد قادر يعرض كونتنت مختلف كل مره، مش يعني الاودينس بيختلف. في ناس بتاثر بالسمع، في ناس بتاثر بالكتابه المكتوبه، في ناس ثانيه بتاثر بالصوت، فكل واحد في ناس بتاثر انا عايز صوره مع الكتابه، في واحد انا عايز كتابه قليله. فانت لازم تنوع المحتوى علشان تقدر تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده، وكمان تعرف في نفس الوقت انهي نوع من الكونتنت اللي بيأتراكت الناس اللي هم ريليفنت ليك، وهو ده اللي بركز عليه اكتر. ساعتها هتلاقي الناس يعني بقت قابلين اكتر ان هم يتفاعلوا معاك. نروح كمان الستيب الثانيه، هو مش مجرد بس موضوع نوع المحتوى، لا كمان انت ممكن تبص على لينكدين تحديدا. لينكدين بيحاول يشجع الناس اللي بتعمل فيديوز، عشان هو عايز هو الموديل بتاع الفيديوز اتراكتد اكتر للناس، فبيخلي تخيل الفيديو على لينكدين بيوصل الانتراكشن عليه 26 اكس البوست العادي. فبالتالي انت عايز انجيجمنت اكتر، يبقى ركز على الفيديوز.
بسبب وجود مثلا شكل معين، مش مجرد ان انا بحط معلومات وخلاص، او بحط صورتي مثلا مع البوست، بحط فيديو مع البوست، الناس بتشوف اكتر. الموضوع بينتقل يموشن. وانا يمكن انا عارف ان اجابتي في السؤال ممكن تكون طولت شويه، ولكن في النقطه الاخيره في السؤال ممكن تكون يعني مفيده اكتر لناس كتير. انا فكرت في ميكانيزم كده بنعمله، وهو فعلا احنا نعمله عندنا في وولف اوف لينكدين عشان نقدر نساعد الناس ان هم ينتشروا اكتر. بتلاقي السمري دايما من عندنا ماشي كهيرو ستوري. الشخص مش مجرد واحد هقدر اقول لك انا عملت اتشيفمنت كذا وعايز اعمل اتشيفمنت سي عندك. انا بدات من تحت الصفر. تخيل انت القصه دي تسبحها، ممكن تكون سمعتها عن انفلونسرز كتير بغض النظر عن الناس، بغض النظر عن اشخاص، يعني مش عايز اقول اسامي معينه، ولكن ممكن تكون دي بنت عليها اصلا اغلب الافلام اللي في الدنيا واغلب قصص التنميه البشريه والكتب، والانفلونسرز كلهم هتلاقيهم بيعملوا ده. حتى انا نفسي في مره والله حد نشر عني قصه، فراح قال لك من عامل في مصنع الى صاحب اكبر شركه مش عارف ايه. انا ما كنتش عامل في مصنع، بس هم ايه لازم يقول لك احنا بدانا من تحت الصفر، اشتغلت على نفسي، اتعلمت واحد اتنين تلاته، واحد اتنين تلاته دول كيوردز فتتحقق منهم الاتشيفمنت الفلاني، فتعينت في الشركه بعمل سيلز، لقيت نفسي توب اتشيفر 3 شهور. الشركه شافت ان أنا قوي جدا فقرروا ان هم يرقوني ادي اتشيفمنت. فلما رقوني لقيت نفسي كتيم ليدر، كلمه تيم ليدر بقت كيورد تاني. اتعلمت بقى وانا تيم ليدر ان انا اعمل واحد اتنين تلاته، ولقيت ان انا ناقصني الكورس الفلاني فخدت اتشيفمنت الكورس اللي بعده. الكورس ده اتعلمت منه واحد اتنين تلاته فكيوردز جديده في اللي خدها في الكورس، فاتعلمت منها واحد اتنين تلاته، فيمشي بالتدريج ده واحده واحده لحد ما بقى سي او بتاع ال7 قارات. اللي بيحصل ان الناس ما بتشوفكش ساعتها ان مجرد كلف، الناس بتشوفك ان انت هيرو، انت رول موديل، انا عايز ابقى زيك، انا عايز ان خلاص الايموشنلي اتاتش دي، وانا اللي عايز اتواصل معاك، عايز اوصل انت عملت كده ازاي، هتلاقيني انا جاي عشان اعرف منك. حتى لو وانت كمان بقى ساعتها انت تستغل الموقف، انت جبتني عندك، طب تعالى بقى اتكلم نيجوشيت، نشوف انت اللي انت محتاجه ده انا عارف اوصل له فعلا زي ما وصلتك. وساعتها النيجوشيشن العمليه كلها، القصص كلها بتختلف تماما. او حتى يعني الشركه بتبقى مش شايف مجرد ان انت خلاص انا قدرت ان انت خلاص انت مجرد كلت، ولكن انت خلاص انت الهيرو بتاعنا، انت هتيجي هنا اللي هتغير الكوكب. بس انت طبعا لازم تكون مقابل ده ان انت قد الكلام بقى انت بتيجي بقى تنفذ يعني. عندك حق ومتفق معاك جدا يا أسامة، لكن خليني أسألك هنا سؤال. هل هنا دورك از كارير ديفلوبر اللي انت بتساعد البوزيشنز اللي لسه فريش جراد، ولا البوزيشنز الوايت كولر والمانجيريال ليفل اكتر؟ ايه اللي بتفوكس عليه وتقدر تساعده وتقدم له الفاليو؟ هو فعليا اغلب الاودينس بيبقوا فاهمين السيرفيس دي وقادرين ان هم يفرضوا ان حد تاني اللي يعملها بدلهم، ما يبقوش فريش جراد او الناس الصغيره في السن. بيبقى الاكبر طبعا، يعني اغلب الكلاينتس عندي بيبقوا مانجيريال ليفل، وانت طبعا يعني حد سي او ليفل او سي سويتش بقى. وممكن كمان تلاقي ناس سياسيين وناس رجال اعمال قادرين ان هم برضه ويكونوا موجودين عايزين يبنوا براند وعايزين يبنوا اسم ليهم في منصات مختلفه. الموضوع مش مجرد كتابه كونتنت، الموضوع كمان وات از براند كونتنت. يعني انا لو قعدت دلوقتي بكره، انا قعدت من هنا للسنه الجايه اعمل بوستات ان انا اجمد واحد في المجره، اجمد واحد في الدنيا، ولكن مش حاطه للاودينس الصح. يعني مثلا انا دكتور وعمال اتكلم في الطب كل يوم، بس عمال على لينكدين مثلا اضيف اي حد، الدكتور والمهندس والصيدلي والمحاسب والمدرس، كل الناس مالهاش دعوه بالموضوع. لينكدين تخيل انت على المنصه دلوقتي، لينكدين قرر ان هو يوزع البوست ده 5% من الاودينس بتوعك، الخمسه دول عشوائي. فالعشوائيين دول كل واحد منهم ده شايف ما فهمش اللي انت تقوله، ده لا اللي انت تقوله تكنيكال ملوش دعوه باللي بيعملوه، ده لا الكلام مش ريليفنت ليه، ده مش اتراكتيف ليه. الجزء الوحيد اللي كان ريليفنت ليه واحد 10% من اللي كان ظهر لهم البوست. ال 10% دول خمسه ما ادفعلوش وخمسه اتفعلوا، فبقى اجمالي اللي شاف من ال 5% اجمالي اللي شافوا البوست 1% اللي اتفعل. اللي هيحصل ايه؟ لينكدين هيموت الريتش بتاعت اخوالك لان انت بتتكلم مش ريليفنت ومش فاليبل. فعشان تبني بيرسونال براند قويه بشكل عام، انت لازم تختار الاودينس صح. دي حاجه. الحاجه التانيه تبعت لهم رساله مختلفه، الرساله اللي فعلا تكون بتماتش معاهم، مش ملاف يكون ليها علاقه بالجيل بتاعته، وتكون بنفس اللانجوج اللي كانت بيها، مش مجرد عربي وانجليزي بقى. انا بتكلم تخيل انت مثلا عايز تجيب بيها عربيه مرسيدس، رحت لرجل اعمال، انت عرفت ان ده الاودينس بتاعك مش رحت كلمته بلغه بتتكلم بيها اودينس تاني، بتقول له يا اسطى ما تيجي تشتري دي، هيحصل ايه؟ هيحس ان هو ديسكونكتد تماما ومش هيبقى. فدي الحاجه التانيه، وده ممكن يكون عنصر تاني. العنصر التالت المهم جدا عشان تقدر تبني بيرسونال براند قوي، هو ان انت تكون عندك الباك جراوند اللي تخليك تقدر تتكلم بثقه. يعني ما ينفعش ان انا هاجي اتكلم النهارده عن بيرسونال براندنج وانا ما درستش ولا كورس بيرسونال براندنج. هتيجي تقول لي في اي وقت، طب انت جبت الكلام ده منين؟ طب انت درست ايه؟ طب انت قريت ايه؟ طب شهاده فيه ايه؟ فانا نفسي مش عارف ارد خلاص كده. فانا عشان ابدا اتكلم اصلا في ده قعدت كتير كتير جدا جدا جدا، قريت كتير جدا، وكميه الكورس اللي انا قريتها في المجالات اللي بتكلم فيها
فعليا يعني انت من اكتر الناس اللي شاركه البيرسونال ديفلوبمنت بتاع نفسها، علشان ما فيش اي يوم من الايام يجي لي فاير باك. هل بقى الناس هتعمل كده؟ لا، انا عايز ابقى مشهور وخلاص. مش تص كده طالما مشهور في الاخر تاخد فاير باك انك مش فاهم، او انك مش قادر تقدم له حاجه تثبت له. لما باجي اتكلم عن لينكدين بقول للناس انا لو البروفايل بتاعي اتعمل له هاك في سنتين قدرت اخليه 300,000 فولو بيعمل 100 مليون ريتش. حد تاني عارف يعمل ده؟ لا، فانا قدرت اعمله لنفسي، هقدر اعمله لك في سوشيال بروف موجود. فلو انت مش قادر تعمل ده عشان ما عندكش التكنيكاليتيز او ما عندكش المعلومه او ما عندكش النو هاو، هتداري ازاي؟ وده بلاقي كتير بقى دلوقتي، تلاقي منتورز مثلا بتوع الستارت ابس. انا ما عملتش بقى ستارت اب في حياتي، بس انا هعرفك ازاي كان الستارت اب. طبعا كنت مفقس، كان سيب كنت عملتها انت، ده بالله. عندك حق، فاقد الشيء فعلا لا يعطيه، ولكن في هنا يا اسامه فئه من الناس بتبقى شايفه ان فاقد الشيء هو اكتر حد يقدر يعطيه. هل انت تتفق مع ده ولا لا؟ مع اني عارف ان انت اوريدي جاوبت يعتبر الاجابه في نهايه الاجابه بتاع اخر سؤال. يعني فقد الشيء مش ممكن يعطيه. ليه؟ لان انا دلوقتي انا معيش فلوس وانت عايز فلوس، هديك فلوس منين اذا كنت انا اكتر حد ممكن يعطيه؟ كمثال يعني العلم برضه، خديك علم منين وانا اصلا مش عندي العلم ده؟ فمش منطقي خالص ان فقد الشيء بيه. في عارف مراحل التعلم، يعني مش قدرت قبل كده تسوق عربيه؟ جربت ايه؟ تسوق عربيه، اتعلمت تعرف تسوق. مظبوط. تخيل وانت قبل، انا اول مره سوقت عربيه كنت عامل ازاي؟ انا خايف، انا مش عارف، انت مش عارف، انا اصلا عارف ان انا مش عارف، فبالتالي خايف ان انا البس عربيه اساسا. جه واحد قال لك ادي الفتيس وادي الدركسيون وادي ال... وادي الفرامل وادي البنزين وانت اتحرك رئيس، انت تيجي تعمل الكلام ده؟ فانت هتبقى خايف وقام. بعد كده خلاص بقى عرفت تدرك الدنيا كويس، نقلت المرحله الثالثه ان انت بقيت اوير وعارف كل خطوه تعمل ايه، بس برضه واخد بالك، فماشي محسس قوي وخايف تخبط، ولكن وممكن تحسن السرعه شويه، بس لازم تكون مركز، لانك لو مركزتش فقدت تركيزك هتضيع. تيجي المرحله اللي بعدها الاخيره خالص، ان انت اصلا انكونشسلي بتعمل دي بشكل اكسبرت، مش محتاج انك تركز فيها. وبالتالي لما توصل للمرحله دي ساعتها تقدر تدي كورس للناس. لكن ما ينفعش انا لسه اصلا ما سوقتش عربيه واقول لك انا لسه سوقتش عربيه اصلا، ولا شفت عربيه قبل كده، او مجرد قريت عنها عربيه وقريت الدركسيون ونبدا واقول لك انا هدي لك كورس عن البيزنس ديفلوبمنت، او ادي لك كورس عن، او اقدم لك منتور شيب في المجال بتاعك. انت ما عملتش، انت ما جربتهاش، فانت ما خبطتش قبل كده. فانا لما هاجي اسوق بناء على كلامك انت، انا اللي اروح اخبط. ف... فما ينفعش هو، ده بيحصل للاسف كتير بناء على الجمله اللي انت قلتها، اللي فقد الشيء يعطيه. لا، فقد الشيء مش ممكن يعطي خالص. طيب اسامه، خلينا كده في كده جمله في السيلز بنقولها دايما، وهي نو وان سايز فيت اوف اول، مفيش مقاس واحد ينفع للناس كلها. اكيد. تعالوا نطبق الجمله دي على لينكد ان. هل لينكد ان للناس كلها؟ انت امتى تستخدم اللينك ده؟ اول حاجه لو انت جوب سيكر بتدور على شغل، خصوصا في حته بروفيشنال، هيبقى عندك لينكدين. لكن انت لما بتدور على شغل مش هتلاقيهم، لان مش هو مش هيدور، لان ده مش الشغل المناسبه ليك. فينفع جوب سيكر اللي هو وايت كولر. تمام، دي النقطه الاولانيه. لو انت ريكروتر وعايز تهاير ناس، فتهاير ناس من انهي؟ برضه من الوايت كولر، لكن او ممكن جراي شويه، لكن برضه تروح للبلو كولر كريكروتر مش هيكون المنصه بالنسبه ليك. تروح للخطوه الثالثه، لو انا بدور على انفستور، هتلاقي الانفستورز موجودين على لينكدين، رجال اعمال خير توصلهم بسهوله. عايز كوفاوندرز، عايز ناس نفس التخصص بتاعك، هتلاقيهم على لينكدين. لو انت راجل سيلز للشركات، سهل جدا انك تلاقيهم على لينكدين. لكن كافراد ما تتخيلش ان ممكن واحد مثلا يبيع جل مثلا على لينكدين كانديفيدوال. حتى على لينكدين غاليه جدا، تلاقي ممكن الكليك توصل ل $20. فليه؟ لانه هو عارف انه بيبيع لبزنس، فالكليك الواحده ممكن اصلا تعمل مليونز. فبالتالي لازم لو انت سيلز لبي تو بي ساعتها هتستخدم لينكدين، يكون مناسب ليك جدا. لو انت عايز تتعلم من ناس اكسبرتس وعايز توصل لناس سواء ايا كان مجالك، خصوصا لو تكنولوجيا او بزنس، هتقدر تلاقي الناس دي موجوده على لينكدين. لو انت بتدور على ناس تستثمر معاهم وانت معاك فلوس قررت، هتلاقي الناس في فاوندرز بتوع الصفات الصغيره موجودين على لينكدين. لكن هيكون مفيد ليك في الحالات دي. لكن اي حالات بره دي بتبقى صعبه قوي ان تكون مكانك الافضل لينكدين. بس حلو جدا. طيب أسامة، تعالى ننهي الفقرة الأولى من حلقتنا النهاردة بسؤال مهم جدا، وهو هل السي في ولينكد إن مهمين للي لسه في كلية، ولا المفروض إن أي حد في كلية بيفكر في السي في والشغل وما يتعلق بأي حاجة تخص اللي هو يجيتها جوب من بعد ما يتخرج أو في آخر سنة ليه في الكلية؟ هديك مثال وانت اللي هتجاوب، يعني مش انا اللي هجاوب. يلا بينا. تخيل انت دلوقتي طالب، انا دلوقتي شفت عندك ان انت شاركت في انشطه طلابيه كتير، وكنت ماسك في النشاط الطلابي ده البي ار طول الوقت، وقدرت تجيب سبيكرز وقدرت تجيب سبونسرز في الايفنت الفلاني، وقدرت تتواصل مع شركات وتقدر تنظم الدنيا، وقدرت تشتغل في وسط فريق شباب كويس. في نفس الوقت انت كطالب
من هعرف الكلام ده من السي في او من اللينكدين بتاعك، لقيت ان انت وبعت لي وحاطط صور للحاجات دي وموجوده في كذا حته في البروفايل بتاعك. شوط تاني في البروفايل ان انت كنت وصلت ترقيت في النشاط الطلابي بتاعك ده لحد ما وصلت المنصب القيادي فيه، نفترض مثلا الماركتنج اكزيكتيف بتاع النشاط الطلابي ده. فبالتالي فهمت برضه ان انت قادر تطور من نفسك لحد ما تقدر توصل للحته دي. شويه كمان لقيت ان انت خدت الانترنشيب الفلانيه، ورحت كمان بنيت نتورك في المجال بتاعك، ورحت من اكتر من شركه ناس تخصصك. وبعد كده رحت خدت كورس اونلاين، حتى لو انت مش معاك الفاينانشال ابيليتي زي انك تاخد الكورس. لقيت ان انت خدت كورس اونلاين مثلا في قانون العمل كمثال، ولقيت ان انت واخد كورس في مثلا في ازاي تتعامل مع الناس، او ازاي تقدر تتعامل مع العملاء اللي طباعهم مختلفه. فبالتالي انا بالنسبه لي عايز حد فريش جراد عنده قدره ان هو يشتغل في اكتر من حاجه في نفس الوقت. ده السي في جاي من واحد تاني جاي انا اتخرجت من جامعه كذا ومشي، او ما حد ما جابش سي في خاص، ساعتها السي في مهم ولا مش مهم؟ انا اختار مين؟ اكيد طبعا الاولاني. فبالتالي يعني انت بينت قدراتك وبينت خبراتك، فبالتالي انا شفت ان انت بوتنشال كاليبر بالنسبه لنا، ممكن تقدر تاdd فاليو هنا. لكن انا هنا هبقى عارف ان لو واحد بقى ما قاليش اي حاجه خالص وما اشتركش في اي انشطه وما عملش اي ما خدش اي وقت تدريبيه، هيبقى انا عارف ان هيجي الشركه هو مش متعلم لسه جاهز، ما انخرطش في دي مثلا تيم ورك، في اي خلافات، في اي صراعات، في اي بوليتكس. ما اللي انا لسه هعلمه من الاول، وهو ما فيش اي حتى علامه ان هو ناوي حتى يجتهد. فبالتالي اكيد اختار الاول. فلينكدين والسي في انت ممكن تعبر فيهم عن ده، حتى سواء كطالب او حد يعني خرج خلاص، او ايا كان الدرجه الوظيفيه بتاعتك. لا، لينكدين مفيد بالنسبه لك. عايز ابقى تاني برضه بالنسبه للينكدين، الفكره مش مجرد ان انا برضه احط بياناتي وخلاص. الموضوع مش مجرد رص بيانات، ان هو موضوع ان انا بانجيج. يعني لينكدين في حاجه كده لذيذه، وانت لو شفت الميكانيزم بتاعهم في ان هم يقيموا البروفايلز، هتعرف ان هو فعلا بيقيم بطريقه يعني فعلا تخلي الناس ان أنا لازم اكون موجود على المنصه. في ممكن لينك كده اسمها linkedin.com/sales/ssi. اللينك دي انت لو حطيتها في بروفايلك من اي براوزر انت تستخدمه، هتلاقي قيمنا بروفايلك بناء على 4 مقاييس. اول حاجه، انت كملت بياناتك ولا لا. استكمال بياناتك والبروفايل والكلام ده كله 25% بس. 25% التانيين اختيارك في النتورك السليمه. فانت ما تبقاش بتضيف ناس من الهند وناس من الصين وناس مالهاش دعوه اصلا باللي انت بتعمله، وتتسلم للينكدين يقول لك ان انت لا، بروفايلك كده جامد عشان تضيف ناس كتير. هو الموضوع مش عدد، الموضوع كواليتي الناس. هل هم فعلا ريليفنت ليك سواء في المكان او في التخصص او في المجال؟ الخطوه اللي بعد كده، او 25% التالتين خاصين بان انت اصلا بتنزل بوست عليه، لان انا مش حاطط بروفايلي زينه، وان انا كمان انتراكت مع الناس اللي تكومنت معايا عشان يبقى السوشيال سيلينج اندكس يعني. والاخيره وهي اسهل واحده تعتمدها، هل انت الاول بتستخدم السيرش انجن عشان تلاقي ناس مثلا اكزيكتيفز في المجال بتاعك، او ناس في الاتش ار، او ناس تخصصك. وبعد كده كمان، هل انت بقى سايبهم زين عندك في البروفايل، ولا بتواصل معاهم في الرسائل وتروح تعمل بوست انتراكت عشان بروفايلك يبقى فيزيبل ليهم فيعتادوا على شكلك طول الوقت؟ لو عملت الاربع حاجات دي، بروفايلك هيبقى السوشيال سيلينج اندكس عالي بتاعه، ساعتها لما تعمل البوست هينتشر اكتر. لكن انت لما ما عملتش ده، للاسف البروفايل بتاعي حاطط البروفايل وخلاص وسبته فاضي، بعمل تاني شاب. انا عايز اتشاف كتير، عايز السيرش ريزولتس بتاعتي تبقى اكتر، عايز لما اعمل بوست يتشاف ناس اكتر، فبالتالي الفرص بتاعتي تكبر. يبقى لازم استخدمه بالطريقه الصحيحه. الفقرة الثالثة وهي فقرة النصايح، وهختار فئات معينة يا أسامة وعايزك تنصحهم بحاجة اللي أنت شايفها مناسبة ليك من خلال خبرتك. الفئة الأولى وهم الطلاب اللي عدوا أو كانوا جزء من سيفل وورك أو ستودنت أكتيفيتي زيادة عن اللزوم، وبقوا شايفين إن هم عملوه ده حاجة واو، ومستنيين الفاليو واللي أنت تبقى الشركات بتقدرهم أو بتعاملهم كأنهم عندهم اكسبيرينس زيهم زي موظفين في سوق العمل. انا بشوف النموذج ده كتير جدا، والنموذج ده فعلا من اصعب النماذج في التعامل معاه. كان في مقوله مشهوره جدا بتقول ان النص الجاهل او اللي عنده وهم المعرفه اصعب بكتير قوي. اكيد انت عارف ديون كروبر. انا عندي وهم معرفه، فاكر ان انا عارف الدنيا قوي. وشفت في مره، انا كنت في سيشن مع سي اف او بتاع شركه كبيره جدا جدا، وكان جنبي بالصدفه حديث تخرج، ومش فاكر حتى كان لسه في ثالثه كليه. فبيقول الراجل ده ما يفهمش حاجه، والشركه اللي هو سي اف او ليها دي مالتي ناشونال، من اكبر الشركات في العالم، تقريبا ما فيش بيت في بيوتنا في العالم كله المنتج ده مش موجود، يعني مع ان مفيش منتج للشركه مش موجود في بيوتنا يعني كلها. فلقيت، طب انت بتقيم على اساس ايه؟ طب انت عندك نص العلم اللي عنده؟ طب انت عارف هو درس ايه؟ طب انت لو هو سالك سؤال في الجزء اللي هو في تخصصه ده،
انت هتكتشف ان بعيد بعيد قوي، بس عشان انت لسه في المرحله ان هي من الديونين كروجر اللي انا لسه في مرحله اللي مش عارف بس فاكر ان هو عارف. وانس ان هو يبدا حتى يتعرف قشور في المجال بتاعه، هيلاقي ان هو نزل على الارض. لا، ايه ده انا فعلا مش عارف. فيبدا يتعلم. لو انت عايز تبقى شغال في المجال هتمشي تاخد المنحنى كان حاله تبقى اكسبرت فيه. لكن انت وانت في المرحله دي، لا، انزل بالابره حبيبي. انزل شويه. حلو جدا. الفئة التانية وهم الناس اللي بيستخدموا لينكد إن لمجرد اللي هم يستخدموه زي ما أنت قلت لغرض الزينة، ولكن بيستخدموه بشكل نقدر نقول عليه يا أسامة هو يكسب، مش مهم غيره يكسب بيه إزاي. أو خلينا نصيغ السؤال بطريقة تانية. دلوقتي شخص عنده لينكد إن أكاونت بيبقى سايبه ورافنه طول ما هو مش محتاج، وبيجي في وقت من الأوقات سواء بقى كان لاستخدام شخصي أو لاستخدام خاص بالبيزنس يستخدمه ويحتاجه، ويحاول اللي هو ياخد الهدف منه. بس هو لا كان بينزل كونتنت ولا كان بيخش النتورك ولا كان بيخش يحاول يطمن على الناس او يجرو النتوركينج بتاعته. فدخل وجي كلمني انا، وانا كنت باعت له قبل كده اللي احنا نكولابريت مع بعض، بس هو ما كانش شايف المسج دي وعدى عليها تقريبا 6 شهور. وهو دلوقتي بعد 6 شهور ده ما ردش على الرساله او رد عليا قال لي سوري، بغض النظر كان سوري دي اللي ايه ما بيفتحش او كان مشغول، وبيطلب مني دلوقتي هو نكولابريت او نساعده في حاجه تانية جديده. فايه رايك في حاجه او في موقف شبه ده؟ انا بعتبر اللينكد ان هو بوليس التامين ليك بالنتورك اللي انت تاخدها منه. هي بوليس التامين لحياتك المهنيه. فانت طول ما انت بتبني فيها انفست في انك تعرف ناس وتقدر على تواصل دايم معاهم، هتبقى انت دايما في بالهم. يعني انا دلوقتي لو انا روبير النهارده طلب مني ايا كان الطلب، فانا قدرت اقدم له الحاجه اللي خاصه تخصصي، وقت ما هيعوز اي حاجه تانية في التخصص بتاعي بالمقابل هيفكر في مين؟ هيجي لي انا، لانه عارف ان انا فعلا خبير فيها، وكمان ان انا شخص خدوم وحابب ان انا اساعده وفعلا قادر ان انا اساعده. فبالتالي انت تبني ده مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، في الوقت اللي انت هتبدا تقع فيه هتلاقي النتورك دي هي اللي شالتك. لكن لو انت اهملت ده تماما، فانت في الاخر مش هتلاقي النتورك دي، او تلاقي الناس مش عارفاك. يعني انا لو انا دلوقتي انا كاسامه نفتكر حاجه لذيذه جدا. الاكونت بتاعي لما يتقفل، يمكن انا الحمد لله زي ما قلت لك انا كنت اكبر اكونت في مصر لفتره طويله. ف في مصر انا عملت بوست. انا كنت شغال مع حد من رجال الاعمال الكبار جدا في المنطقه، يعني من اقل 50 واحد في الوطن العربي. وفعليا انا مجرد عملت بوست قلت انا نازل من المكان ده وما قلتش اي حاجه تاني. بس انا باني بيرسونال براند قوي، الناس كلها عارفاني وعارفه انا بشتغل ايه. بس انا قلت البوست ده انا جريت 22 انترفيو اسبوع واحد من غير ما اقدم على اي حد. يعني تخيل ان انا بقيت خلال الاسبوع ده انا مش عارف اروح دي ولا دي ولا دي، بحاول اسكيل الدنيا علشان اقدر احضر انترفيو من غير ما اقول انا اعمل ايه. ليه؟ لان انا كنت باني الجزء ده. واحد تاني ما عملش كده، لا بعد يكتب من هنا للسنه الجايه انا نازل مصر رايح قطر رايح مش ما حدش هيرد عليه، لانه ما اهتمش بان هو يبني نتورك السليم. غير كده البوست طبعا لما انت تبقى مهتم بروفايل بيبقى جوف، فبالتالي بيتعرض للناس اكتر. فانا عندي تعرض لناس كتير. طيب في واحد تاني اللي شفت ريش فيها بالرغم ان هو قدر يوصل عدد الى حد ما كويس، ما الناس مش شايفه له كريدت، مش شايف لك كرامات زي ما بيقولوا. فبالتالي هتيجي تعملها عندنا ازاي؟ فبالتالي ما جالوش رد، وبعد كده تلاقيه برضه بيشتكي ويقول انا ما جاليش ريزلت نيجاتيف. بيحصلوا غلط. انت لازم تكون سستينبل، لازم دايما محفور في دماغ الناس ان انا ما ينفعش يوم يعدي من غير انزل بوست على لينكدين. انا حتى لو مش موجود اليوم اللي مش هبوست فيه بكون مسير على بافر بوست ان هو ينزل سكيدول اوتوماتيك. ما ينفعش يوم يعدي من غير ما لازم يكون بالشكل يوم. شكرا يا أسامة إنك كنت ضيفي معايا في حلقة النهاردة، وحابب إن أنا تشاركنا وتشارك أعزائنا المستمعين بكود أو مبدأ أسامة ماشي بيه في حياته. السؤال الصعب. صعب ولا حاجة؟ هو مش هيبقى عرض عن جاهلية. دايما في ناس المبدأ اللي أقدر دايما أنصح الناس بيه هو أعرض عن الجاهلين. دايما طول ما أنت بتعمل حاجة كويسة هتلاقي في ناس بتحاول تعيقك، بتحاول توقفك، بتحاول تمنعك إنك ما تسمعش كلام أي حد مش فاهم. ما تقولش أنا هعمل الفكرة دي وتلاقي ابن خالتك جالك قال لك مش هينفع، فأنت تسمع كلامه. ولكن تسمع من حد متخصص وتمشي على التراك اللي هيقول لك عليه. لكن ما تسمعش من أي حد هو مش فاهم. اسمع من اللي فاهم بس، واللي يقدر فعلا يكون عنده اكسبيرينس فعلا وتراك ريكورد بروفن. يعني ده اللي هتقدر الطريقه اللي تشيك بيها ان هو ده فعلا قدر يعمل حاجه قبل كده، قدر يحقق ريزلت في ده. طب هو فعلا درس الكلام ده؟ ساعتها اسمع للشخص ده وخد نصيحته مش عليك. لكن اي حد مش عارف كانك ما سمعتوش. وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا جدا ليك يا أسامة إنك كنت ضيفي النهاردة. أنا am so appreciated لوجودك معايا. شكرا جدا ليك يا روبي.
انا سعيد جدا برضو بوجودي معاك النهارده، وان شاء الله يا رب يعني ما تكونش اخر مره، ان شاء الله نلتقي تاني قريبا باذن الله. ان شاء الله. يوم جميل. شكرا لكم اعزائي المستمعين، مع حلقات مميزه في الفتره اللي جايه تفيدكم في الكارير الخاص بيكم as a business developer. وحتى لو ما كنتش business developer، انا متاكد ان العلم بالشيء افضل من عدم العلم به. اشوفكم على خير في حلقات جديده باذن الله.